بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا وأصدقائنا في الخير، كل سنة وأنتم طيبين وعام سعيد علينا وعليكم يا رب العالمين. عام 2025 إن شاء الله بكرة 31 إن شاء الله يوم الأربع، أول السنة الجديدة وأول شهر رجب، وكل سنة والأمة الإسلامية بخير وسلام. لايف جديد عن حصاد 2024. حصاد 2024 عن قريتنا قرية النوافعة. ايه اللي اتعمل في 2024 وايه اللي عايزينه في 2025، وافضل شخصية رياضية وافضل شخصية عامة وافضل شخصية اجتماعية. مين هيكون معانا؟ الكابتن حافظ عدروس لتقييم عام 2024 داخل قرية النوافعة، من اللي جد فيها واللي اتعمل فيها في خلال عام 2024. نطمن على الصوت ونرجع لبعض تاني. عام سعيد علينا وعليكم يا رب. عام 2024 نطمن على الصوت ونرجع لبعض. طبعا قريتنا الحبيبة قرية النوافعة عايزينها تبقى أفضل وأفضل، وإن شاء الله توصل قرية نموذجية. طبعا بلدنا فيها من الشخصيات العامة كتير، من الشخصيات الخدمية كتير، ومن شخصيات المحبة للشارع الرياضي والشارع الاجتماعي على مستوى قرية النوافع وقرية النوافع كتير. والتقييم لأول مرة يحصل عن تقييم قرية بعينها، قرية النوافع مركز ومدينة فاجوس. دايما بنشوف التقييمات على مستوى الفنانين ومستوى الرياضيين على مستوى جمهورية مصر العربية، لكن لما تيجي تقيم قرية لازم تجيب المتخصصين من داخل القرية. بنرحب كل معانا عبر البث المباشر الأستاذ رجل الأعمال، ابن من أبناء قرية النوافع، الأستاذ السيد أبو صلاح. الراجل لا يكل ولا يمل من المصالح العامة داخل قرية النوافع. لحظات وكابتن حافظ هيخش معانا عبر البث المباشر. بعت لك دعوة يا كابتن، خش معانا، اقبل الدعوة. 2024 ودعنا أصدقاء وحبايب لينا، وربنا يرحم كل شخص ويرحم أمواتنا جميعا يا رب العالمين، على مستوى قرية النوافع وعلى مستوى وحدة محلية النوافع. عن واحد فقد له أخ، فقد له صديق، فقد له زوجة فقد واحدة فقدت جوزها، ربنا يرحمها. أب أو أم توفت، ربنا يرحمنا جميعا يا رب العالمين. والفاتحة لأرواح أمواتنا، على روحهم، الفاتحة على روح أمواتنا جميعا يا رب العالمين. ربنا يرحمهم جميعا وربنا يغفر ليهم ولينا يا رب العالمين. اللي مات الله يرحمه، واللي عايش ربنا يعينه على حاله. الموت موعظة للي على قيد الحياة، واللي مات هيشوف مصيره في الآخرة. واحنا لسه في دار الحق، هم في دار الحق واحنا لسه في دار الباطل، بنناكف في بعضنا البعض. استاذ عبد الرحمن حبيبي منور الدنيا، كل سنة وانت طيب. اقبل يا كابتن حافظ، اقبل الدعوة يا كابتن. طلعت ليه يا كابتن حافظ؟ حبايبنا واصدقائنا في الخير، نتمنى نكون بنقدم حاجة بسيطة نقدر نشارك بيها الناس في مجتمعنا. بنحب نشارك الناس في أحزانها قبل أفراحها، وربنا يرجع مكنة أبو سما يا رب العالمين، حبيبي وصديقي الغالي أبو سما سوبر ماركت أبو نافع على طريق النوافعة. راح يعزي في بلد جارنا كده، طلع من العزا مش لاقي المكنة بتاعته. فيا ريت يا جماعة الخير حد لو لقي مكنة أبو نافع يوديها له، وله الأجر والصواب عند الله. بعت لك يا كابتن الطلب، في مشكلة باين.
انا كده قبلت الطلب عندي. اعدل التليفون خليه واقف. في مشكله. حاول. أنا طلب تاني. كابتن حافظ. معاك. بنرحب بالاعلام الكبير الكابتن حافظ عدروس، ابن من ابناء قريه النافعه واحد الشخصيات الرياضيه داخل قريه النافعه. برحب بيك عبر البث المباشر. وزي ما قلنا في بدايه البث، عايزين ما تم في قريه النافعه في عام 2024، وان شاء الله طموحك لبلدك في عام 2025. برحب بيك عبر البث المباشر، برحب بكل المتابعين خلال البث المباشر في كلام مع فلاس. اتفضل يا كابتن. انا برحب بيك جدا يا استاذ عبد الله، وبرحب بكل الناس اللي بتتابعنا دلوقتي وكل الناس اللي داخله معانا في اللايف، وكل الترحيب لكل اهل بلدنا وكل البلاد المجاوره لينا، واللي بيحبوا قريه النوافع وشباب قريه النوافع، وكلنا والله بنحب الجميع وبنرحب بالجميع طبعا اللي بيكون معانا، اللي بيشارك في العمل الخير. وطبعا ربنا يوفقني واكون ضيف خفيف، ضيف يقدر يقول الصح باذن الله في حلقه النهارده باذن الله يعني. دايما يا كابتن حافظ، بلدنا مليانه بين الشخصيات العامه والشخصيات المحبه داخل قريه النوافعه. عايزين نعرف تقييم الكابتن حافظ من وجهه نظره اتجاه الشخصيات الرياضيه والشخصيات العامه داخل قريه النوافعه. تمام والله في 2024 يمكن من ضمن الحاجات اللي كنا بننتظرها كرياضيا، وهبدأ طبعا من بطولة النوافعة الصيفية. طبعا أنا ما بحبش كلمة دورة، هي المسمى الصح إن هي بطولة النوافعة لكرة القدم، إن بعد توقف دام عامين يعني ظهرت من جديد إلى النور، وتم تنظيم البطولة بمشاركة برضو ناس ما نقدرش ننكر دورهم، وظهروا. يمكن اتنظم نهائي لأول مرة نشوف نهائي بالشكل ده في داخل النافعة، تصوير والنظام يعني تختلف تتفق. هو نهائي كتنظيم وطبعا ككورة الماتش كان 3-3 بين النافعة والمشاعر، حاجة حلوة بصراحة يعني. لا ننكر يعني ما نقدرش ننكر دور الناس اللي قدرت تشارك في هذا الحدث الكبير. طبعا المستشار محمد عادل الأخرس، المهندس محمد إبراهيم، دي من ضمن الناس اللي ساهموا. في ناس تانية طبعا ساهمت برضو، الأستاذ محمد صلاح رشاد برضو من الشخصيات المحبة لبلدها، ومن الشخصيات اللي بتحب تخدم بالنسبة في المجال الرياضي. لكن لو هتكلم بقى شخصية الرياضة خارج القرية، إن شاء الله برضو نعمل يبقى في حفلة برضو من الناس اللي حابة تعمل حفلة وتكريم، ان احنا نشوفه برضو اكتر من كده واحسن من كده. ان احنا عايزين محمد عبد الله ابننا يعني نشوفه حتى في اوروبا. الطموح مش بس هينتهي في الاهلي، لا نتمنى كمان ان احنا نشوفه في اوروبا، لانه يستحق لاعب المنتخب الشباب، وان شاء الله يمثل منتخب مصر الاولمبي. وهو طبعا متواجد في النادي الاهلي، تصميم من كولر ان هو يكون موجود في القائمه هذا العام رغم الاصابه. نتمنى له الشفاء العاجل. محمد عبد الله ابن قريه النافعه واخونا وابننا طبعا اللي بنتشرف بيه، وطبعا مش بس بيمثل النافعه، ده بيمثل محافظه الشرقيه بالكامل في النادي الاهلي. وان الشرقيه دايما ولاده نجوم قبل كده في النادي الاهلي. محمد عبد الله طبعا عشان نديله حقه حصل على بطوله دوري ابطال افريقيا، كانت اول بطوله مع الاهلي، بطوله كاس مصر، بطوله لا بطوله كاس السوبر المصري، بطوله محمد عبد الله بطوله السوبر المصري، بطوله دوري ابطال افريقيا. ودول البطولتين، بطوله الدوري العام طبعا، دول الثلاث بطولات اللي خدهم مع الاهلي كبدايه ان شاء الله. ونتمنى ان هو يرجع من الاصابه داخل قاره النوافعه. انا شايف يمكن من اكتر اللعيبه وافضل اللعيبه اللي ظهرت في فرقه النوافعه كتمثيلا لقريه النوافعه كهربا الحقيقه عمل طبعا مش كهربا بتاع الاهلي، كهربا بتاعنا احنا بقى بتاع النوافعه، عمل لا عمل موسم رائع مع النوافعه ومع النادي المحترف اللي بيلعب فيه.
اكتر من هدف رائع، من هدف باكورد وهدف في وسط الملعب. بحيي الناس اللي صورت الاهداف دي برضو. وظهروا كهربا، ان السنه دي كهربا، لا كهربا السنه دي غير. ووجهه نظر انا هو افضل شخصيه رياضيه داخل قريه النوفع. اما خارج قريه النوفع محمد عبد الله. محمد عبد الله مش خارج قريه النوفع، محمد عبد الله ابن قريه النوفع. لا انا بتكلم يعني زي نظام ايه، بشبه الموضوع كجوائز افريقيا، ان افضل لاعب اه، خارج القاره يعني وافضل لاعب بطولات داخل خارجيه. القاره. تمام. اتفضل يا كابتن. تحت امرك معاك. اتفضل. بالنسبه للشخص، آه، عايزين حصاد المصالح العامه داخل قريه النوفع في عام 2024. والله هو يمكن انا من الناس اللي بتحب تكون يعني مركزه في نفسها اكتر. ده مش معناه ان انا بعيد عن العمل العام، او انا لو انطلب مني حاجه على قد يعني على قد ما اقدر مش هتاخر عن بلدي. زي شباب البلد. انا من ضمن الناس اللي بتحب بلدها طبعا، عايز النوافع دي تكون احسن بلد في الدنيا. زي شباب القريه اللي بيحب العمل العام. ولكن بيبقى في ظروف تحكم الواحد انه ما عندوش وقت يطلع هنا يروح هنا يروح هنا. بيبقى حاجات غصب عن الواحد. لكن برضو مش معنى ان انا بعيد يبقى انكر دور الناس اللي شاركت واللي ساهمت في خدمة البلد. لا، شباب كتير طبعا، شباب قرية النفع رقم واحد. طبعا من ضمن الشباب الشخصيات الخدمية لوجهة نظر اللي انا شايفها، في الاستاذ محمد عبد العزيز مراد، في الدكتور محمد عبد العال، في النائب محمد كلوب. كان سبب رئيسي في دخول الصرف الصحي قبل كده نافعة. برضو في المستشار محمد عادل الأخرس، من ضمن الناس اللي بتساهم ومن ضمن الناس اللي بتخدم ومن ضمن الناس اللي ساهمت في نجاح نهائي دورة نافعة، بغض النظر عن الأحداث الأخيرة في آخر المباراة. طبعا في برضو من ضمن الناس اللي بتحل المشاكل العائلية والأسرية عمدتنا طبعا. اللي بنتمنى له دايما التوفيق وبنتمنى له الصحة والعافية، العمدة الأستاذ عبد المنعم العمدة. في برضو من الشخصيات المحبة لبلدها. أنا كاتب ناس كتير ومش هنسى، يعني أتمنى أن أكون ما أكونش إن أنا نسيت حد يعني. برضو العمدة أشرف الوصيفي، الأستاذ عبد الستار الكبوري. في الأستاذ فوزي أبو طالب، الأستاذ محمد صلاح رشاد، الدكتور أسامة الديدموني، المهندس محمد إبراهيم زي ما أنا قلت قبل كده. في طبعا برضو واحد من الشخصيات اللي بتحب الأمن للبلد، هو شيخ البلد. وأنا عن صفة شخصية بحترمه جدا وبحبه جدا، الشيخ كمال توما. برضو واحد من نجوم فريق نافعة في الزمن الفني الجميل، كان شهير بكمال باتاريلا. يا رب ما اكونش انا نسيت حد من العمل العام، لكن اعتقد ان دي الاسماء اللي انا شفتها اشتغلت في 2024، من الاسماء الرنانه اللي انا شفتها واللي انا حسيتها كواحد عايش في القريه. تمام. احنا بنتكلم عن المصالح العامه داخل قريه النوفع، ايه اللي جد فيها؟ ما هو المصالح العامه. ما هو المصالح العامه هنقول على قرار الصرف الصحي. ان طبعا ما هو انا هتكلم بقى ان انا اللي انا اعرفه عن طريق الرياضه، ان هو اللي كان البطوله اللي رجعت، الدوره اللي اتنظمت في النوافع، المصالح العامه. عوده النشاط الرياضي على مستوى مراكز الشباب، اه واحد حاليه النوفع. احنا بقى بنتمنى بقى اللي احنا منتظرينه كخدمه لبلدنا، دخول خط الغاز في النوافع. ده اللي بينقص النوافع فعلا، دخول خط الغاز. وان يكون في اهتمام شويه من وزاره الصحه بالوحده الصحيه بتاعتنا، لان الوحده الصحيه مبنى محترم، المبنى محترم، محتاجه خدمات، محتاجه خدمات، محتاجه اجهزه، محتاجه يكون فيها اطباء، محتاجه يكون فيها اطباء. ما يكونش الموضوع مقتصر على المستشفيات، ان الاطباء الممتازين ان هم بيتم توزيعهم على المستشفيات. لا، الوحدات الصحيه كمان محتاجه رعايه، لان انت بدل ما تطلع على فؤوس ومشوار وانت معاك مريض، ليه لا ما تطلع بيه على الوحده الصحيه. هي مش مقتصره على الاسره فقط، هي مقتصره على كل ما هو عايش داخل النافعه. حصل له وعكه صحيه، حصل له اي حاجه صحيه، الوحده الصحيه موجوده. يعني يعني انا اتمنى ان هي تكون فيها خدمات اكتر من كده يعني. تمام. احنا شايفين في 2024 مكتب بريد النوافع حصل فيه تطور واحلال وتجديد. شفنا الجمعيه الزراعيه على تمام يد تمام. الاستاذ محمد ما انا مراد، كان معلش، له انا اسف ان جدا. انا نسيت الموضوع ده فعلا، لان فعلا شفنا مكتب بريد تطوير بشكل جميل، حتى اللون، اللوجو، التطوير، اللي لا حاجه محترمه. الجمعيه
تم تغيير طبعا المكان بتاعها، هو مش بعد كتير يعني، ده بعض الامتار يعني، عشان محطة الرفع بتاعت النفع اللي اتعملت. برضو تم بناء مبنى جديد وتطور بإذن الله يعني. واحنا عايزين نوفع تكون احسن بلد في الدنيا يعني. هي احسن حاجه في فتره 2024 في تكاتف من الشباب بتضامن مع رجال الاعمال مع اخواتنا المغتربين خارج القريه في مساعده المحتاجين، مش محتاجين، هم اهالينا واخواتنا، مفروضين علينا واحنا مفروضين عليهم. الحالات في تجهيز العرايس، في تجهيز العرسان، في بيوت كان هتقع على الناس قاعده فيها، ابتدى في تطوير في جروب النوافع الواحده بقياده طبعا المخضرم الراجل لا يكل ولا يمل الاستاذ محمد عزيز مراد، عاملين طفره داخل قريه النوافع. طيب خليني ابدا من اخر اسم انت ذكرته، الاستاذ محمد عبد العزيز مراد. يعني هو احنا اولاد بلده، واحنا مش بس اخواته الصغيرين، ده احنا اولاده. والكلام انا شهادتي فيه مجروح، ولكن هو الراجل ده يعني انا من يوم ما اتولدت والواحد وعي على الدنيا كده وشاف ان الراجل ده بيخدم، سواء هو كان رئيس لنادي النوافع او حتى لما انتهت فتره رئاسته في مركز شباب النوافع بيخدم. ما يعني انا على الصعيد الشخصي برضو لما اجي اتكلم معاه في الموضوع ما بيكسفنيش. الراجل بيخدم الجميع، خدمات عامه خدمات شخصيه على قد ما بيقدر. ولكن خلينا نكون واقعيين يا جماعه، مش كل واحد بيخدم معاه المصباح السحري، لا. هو بيخدم، كل واحد بيخدم على قد ما بيقدر، وكل واحد حاطط. وغير كده هو نقيب فلاحين فجوس، نقيب فلاحين فجوس المنصب الاخير اللي هو اكيد. طب ما دي حاجه حلوه لفلاحين بلدنا اللي هم عندهم اراضي زراعيه. ممثل فجوس في جمعيه حقوق الانسان. اكيد، ما انا بقول لك يعني، انت مثلا انت النهارده الراجل جارك في البيت اللي جنبك، انت جار الاستاذ محمد، وعندك مثلا مشكله في السماد، مشكله في الكيماويات، يعني ايا كان، هو الراجل هيقدر يوفرها لك كنقيب للفلاحين على مستوى مركز فؤوس. واحنا نتمنى يطلع من عندنا وزير، نتمنى يطلع من عندنا عضو مجلس نواب تاني، نتمنى يطلع من عندنا، يعني مش عايز اقول لك الطموح يعلى رئيس وزراء. يعني نتمنى يطلع من عندنا كل الكوادر دي، حاجه بتعود على البلد في الاخر بحاجه صحيه، ان انت وقت ما تعوز خدمه بتلاقيها موجوده، بتطلع على فلان، بتطلع على فلان، بتتشرف بالناس. لما الاقي واحد من بلدي بقى ضابط شرطه انا بتشرف بكده، حتى لو مش هيخدمني، انا مش عايزه يخدمني، بس انا بفتخر ان انا لما يعدي عليا ازيك يا كابتن حافظ، ازيك يا فلان باشا، الدكتور الفلاني. مش بس الموضوع مقتصر على الضباط بس، عايزين يطلع كوادر من بلدنا اكتر واكتر واكتر. يعني دي برضو يعني احنا خلينا زي ايه، مثلا زي اللي يعني مثلا زي النادي الاهلي ما بيملش ولا بيكل من البطولات. احنا كنوافعه مش عايزين نمل ولا نكل من الكوادر، عايزين يطلع شباب اكتر، عايزين يطلع يبقى عندنا بدل الضابط اثنين وثلاثه واربعه وخمسه، عايزين يبقى عندنا في المستقبل لواء يخدم الشباب ان هو يقدر يدخلهم الكليات. احنا عندنا اهالي نفسه يشوف ابنه ضابط في الكليه الحربيه، او ما بيلاقيش واسطه عشان يخش، فلما يلاقي في واحد في بلدك لواء مسؤول هيروح هيخدمه من غير اي مقابل، لان هو ابن بلدك. فهتلاقي البلد تزداد بقى من الخدمات بالنسبه في المجال، كليات الطب، كليات الحربيه، كليات الشرطه، احنا بنبص بنشوف معالي. وغير كده يا كابتن احنا عندنا الثانويه العامه في النوافع ان شاء الله في المستقبل هيبقى فيه حضرتك بتقول عليه. ما انا بتكلم في كده يعني، احنا بنبص نلاقي مثلا عزبه مدرسه فلان، عزبه مدرسة الشهيد ابراهيم كلوب. ايه. مدرسه الشهيد ابراهيم تمام. كلوب. تمام. بالنسبه مع المدارس انت عندك ثانوي ازهري، ثانويه عامه ابتدائي، ثانويه عامه كانت الاول مختصه على البنات، دلوقتي على التبانين. المرحله الجايه في حضانه، في تطوير، يعني الحمد لله في طفره داخل قريه النافعه في عام 2024. موضوع مدرسة الثانوية في النافعة ده موضوع يعني في منتهى الأهمية. أنت النهاردة الطالب كان بيروح الصبح في عز البرد يركب عربيات، برضو العربيات اللي كانت مكشوفة دي الأول قبل ظهور السوزوكي كمان، برد بقى، وكان بيكسل يروح المدرسة أو بيكسل يروح الدرس أو حتى ممكن ما يروحش الامتحان. النهاردة أنت بقى عندك المدرسة الثانوي داخل بلدك، يعني أنت بتصحى من النوم تطلع المدرسة على طول من غير مواصلات ومن غير مصاريف ومن غير أي حاجة. فوجود مدرسة ثانوي في بلدك باسم طبعا الشهيد إبراهيم سلامة، إبراهيم يعني برضو الشيخ إبراهيم يعني، ده أقل حاجة النوافع تعملها له، لأن واحد يمكن الأجيال الحالية ما تعرفش قوي الشيخ إبراهيم. لكن أتمنى في حلقة تانية. ليله حرب 73 ليله اه حرب.
اتمنى يبقى في حلقه كده، يبقى في مثلا حلقه نتكلم فيها عن الشيخ ابراهيم، لانه كان يعني ربنا يرحمه يا رب، لانه هو من الشخصيات الازهريه الجميله، انا من وجهه نظري اللي كان رقم واحد في الفقه وفي الدين وفي تفسير القران الشيخ ابراهيم يعني. ربنا يجعله من اهل الجنه يا رب ويرحمه يا رب باذن الله. كابتن حافظ على روس، من وجهة نظرك ايه اللي تتمناه في 2025 ان شاء الله لقرية كخدمه النوف؟ عامه اتمنى خط الغاز يركب في وطريق النوافع يكمل في الاخر. نفعه يكمل، لان طريق نفعه محتاج ميزانيه كبيره. وكان كان خلينا نتكلم بقى بصراحه، واللي يزعل يزعل، وجود الاستاذ محمد كلوف في المجلس اذا كان نجح في الفتره الثانيه دي، انا بقول لك بنسبه مليون في الميه كان الطريق كمل. لان الاستاذ محمد كان عضو في كان في في لجنه نادي الطرق، الطرق والكباري الاسكاني، لا الطرق. وبرضه الطرق هو اشرف على وجود، على ان الطريق يتعمل، من اولوياته ان الطريق، ان خط النفع ده يتعمل. اتعمل لحد تقريبا حلمي، عزبة حلمي. حلم او راشد. لا يمكن بعد راشد بشويه، ما وصلش راشد ولا وصل الحديده. فهو يعني نقول مثلا ربع طريق، لان الطريق طريق معدي كمان سعرة ابو خليل، معدي كمان لغايه لحد فكري تقريبا يعني. فالطريق كنت اعرف ان هو هيكلف ميزانيه 90 مليون جنيه. كان بقى الموضوع ماشي وكان الموضوع شغال، الموضوع وقف فجاه. موضوع كورونا وبتاع سحبت الميزانيات بتاعت الدوله اللي هي داخله الخدمات العامه. واحنا شايفين ان شاء الله مشروع حياه كريمه، حضرتك كنت من احد العاملين فيه في الحسينيه، وان شاء الله حياه كريمه جاي المرحله الثانيه فوز باذنك انت يا رب. نتمنى طبعا ان الطريق طريق نافعه كل مدى كل ما بيزداد سوء وبيزداد صعوبه، وفي ناس بتسافر كل يوم على الطريق، وده ارواح ناس ما ينفعش. لازم الطريق يكون من اولويات القرى، مش من اولويات النافعه بس. ما النافعه مش بس هي اللي بتروح فوز كل يوم، جميع القرى. انت بتتكلم في 10 15 قريه على الطريق مثلا يعني. فدي كلهم بيطلع منهم ناس، مش كلهم معاهم مكن صيني، مش كلهم معاهم عربيات، ناس بتركب مواصلات. وحتى لو معاهم عربيات او مكن، ما هو بيمشي على الطريق، فلازم يمشي على الطريق كويس. انت بتتكلم في الواسطه من بعد حلمي لحد بقى اخر الخط، كلها مطبات وكلها حاجات صعبه جدا يعني. فنتمنى الطريق يكمل من اخر واسطه اتعمل فيها رصف الطريق وسفلات الطريق. نتمنى الطريق يكمل للاخر. مع دي من ضمن امنياتي برضو ان نشوف نائب من النوافع في مجلس النواب من جديد. او من خط النافعه، مش شرط يكون من النافعه، من خط النافعه الرئيسي يعني. احنا عندنا النائب على عبد النبي. جربنا يا استاذ عبد الله، احنا جربنا من بره النوافع، ما حدش سائل. ده حتى يعني ما بنشوفش في العزاء حد من الجماعه اللي نجحوا حتى يجي حتى يظهر كده يعني. يعني حتى مش لازم تكون انت عارف فلان عشان تيجي تعزي فيه، اظهر للناس من التاني، حسس الناس انك موجود. انت مش من نوافع، حسس الناس انك موجود. في فتره لما كان الاستاذ محمد كان له موجود في المجلس، كل العزب وكل القرى نازله تقطيع في الراجل. هو فين؟ ما بيعملش ايه؟ طب فين؟ طب ماشي، طب انتوا فين دلوقتي؟ انتوا فين؟ ما هو الناس اللي نجحت دي ما بتجيش النوافع وما بتجيش البلاد اللي حوالينا. انتوا فين دلوقتي؟ ما فيش حد بيتكلم ولا حد قادر يفتح بقه دلوقتي. اشمعنى لما محمد كلوب كان في مجلس النواب كل القرى وكل العزب نازلين كلام، نازلين هري على الراجل وهجوم على الراجل. والراجل النوافع اكتر بلد كانت محتاجه خدمات، ما هي النوافع القريه الام. ما كنتش انت تخدم النوافع كقريه ام، هتخدم مين؟ بنتكلم ممثل النوافع، مش في شخص ممثل النوافع استاذ محمد كلوب او غيره قادر يخش ويخدم ويوصل صوت الغلابه، يتفضل. انا بتمنى اي مش مع حد ولا اي ضد. حد اي حد يخش، وانا انتخب اللي انا عايزه وانت تنتخب اللي انت عايزه، بس اي حد يخش ينجح احنا هنقف وراه. انا بحب فلان بس ما نجحش، مش معنى كده ان انا ابقى على خصومه من فلان تاني. لا، ده انا ادعم فلان التاني عشان وعلى فكره، وانا واثق ان الاستاذ محمد كلوب لا قدر الله لو ما نجحش هيقف في ظهر اللي هينجح. لازم هي كده. هي دي الشياكه، وهي دي الحياديه. انت عندك رئيس امريكا لما بيسقط تاني يوم بيبعت برقيه تهنئه للرئيس التاني، واكبر دوله في العالم، تاني يوم على طول مبروك. هي دي الديمقراطيه والانتقال مش معنى ان انت سقطت يبقى خلاص تقيم حرب على تاني، ومش معنى ان انت نجحت يبقى انت تدمر في اللي كان مترشح ضدك. لا لا. يعني انا لما شفت الاستاذ محمد كلوب اعلن ترشحه، كل الناس سقفت له، حتى بمفهوم المستشار محمد عادل الاخرس. كل الناس، وكان ظاهر اشاعه ان هو هيترشح. طب ما يترشح، واللي عايز يترشح يترشح. كل الناس خير وبركه، بس اهم حاجه خلي النافعه في دماغك، خلي كل البلاد في دماغك، بلاش النافعه بس.
ما تنساش حد. مش معنى ان حافظ مش انتخبك يبقى خلاص مش عايزه. ده لا، ما هو الموضوع مش دروس خصوصيه، انت ما بتاخدش عندي وهسقطك، لا. الموضوع ان انت خلاص نجحت، خلاص يبقى انت نائب للكل، محب للكل. انسى خلافاتك، خلاص ربنا نجحك، انا هاجي ابارك لك. مش معنى ان انا بنتخب حد تاني يبقى انت تسد الباب في وشي، لا. طب ما انت هتترشح تاني وهقف ضدك من تاني، يبقى ليه؟ فانا بتمنى النوافع يطلع فيها نوافع كبيره، ما ينفعش ما يطلعش منها نائب مجلس شعب، وكل سنه لازم يطلع منها يا نفس الشخص يا واحد تاني. بس ما ينفعش النوافع تبقى الخط كله وكبيره الخط غصب عن الجميع وما يطلعش منها نائب. عيب، عيب في حقنا. وعيب كمان لما يبقى واحد او اتنين نازلين ضد بعض، لا نتفق على شخصيه واحده. المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، وشفنا قبل كده اتنين اترشحوا ضد بعض غرقوا. فين بقى دلوقتي النواب اللي نجحوا على مستوى الخط؟ فين؟ ما بنشوفش حد، ما بنشوفش حد يا استاذ عبد الله. انا هتكلم بقى كمواطن من النوافع بقى، زي ما العزب وزي ما الكوره كانوا بيتكلموا. فين نائب محمد كلوب؟ فين فلان؟ ماشي، ما احنا من حقنا كمان، ومن حقي ان انا اتمنى ان خط الغاز يركب. النهارده انت ما بتيجي تغير انبوبه، هو ان شاء الله الغاز جاي، هو ان شاء الله باذنك انت يا اتمنى رب موضوع الغاز نوافع جاي. بلد كبيره. دي خطه الدوله، خطه الدوله. كل ما هو قرى او مراكز خلصت من الصرف الصحي اجباري هيركب لها غاز وبتخش مراحل. كان في لقاء مع النائب امام منصور وفتحت معاه الموضوع ده، قال ان شاء الله الخطه الجايه كل ما هو قرى او مراكز ركب ليها صرف صحي هيركب لها غاز طبيعي، وده في مشروع حياه كريمه ان شاء الله المرحله الجايه مركز فاجوس. وبناء عليه الغاز هيركب، بناء عليه الطريق هيخلص ان شاء الله باذنك انت يا رب. احنا عايزين نشوف بلدنا ايه اللي ناقصها من المصالح العامه، من اهالي البلد ومن الشرطه العامه في قريه النافعه. بلدنا ناقصها دار مناسبات عامه للبلد، بلدنا ناقصها حاجات كتير، ناقصها خدمات، ناقصها كذا وكذا وكذا، الوحده الصحيه ناقصها شغل. والاستاذ محمد ابو عزيز مراد بصراحه لا يكل ولا يمل، بيتكلم على الحاجات دي كلها. وعندك مبنى الشؤون الاجتماعي، مبنى ما شاء الله على مساحه فدان، مش مستخدم الا مكتب واحد. احنا عايزين رجال اعمال يخشوا يطوروا في البلد. استاذ عبد الله انا ظاهر عندك؟ ايوه يا باشا ظاهر اهو. تمام، اصل انا الصوره عندي مش واضحه، فماشي. انا بتفق معاك تماما يا استاذ عبد الله في كل اللي انت بتقوله، وطبعا احنا عايزين بس نصفي النيه كده من جديد ونبدا عهد جديد، لان خلاص انت بتتكلم من انتخابات يمكن باقي حوالي سنه تقريبا او اقل من سنه، يمكن زي الايام دي هيكون في انتخابات. فنبدا بقى عهد جديد ونشوف بلدنا عايزه ايه، زي ما انت قلت دلوقتي بلدنا عايزه ايه، ونشوف المطلوب بايه ونقف كل واحد اللي يقدر على حاجه يقدر يقدمها. يعني نتكاتف يعني ده الكلام ده يعني الكلام ده موجود، يعني مش جديد يعني. نتكاتف ونقف مع بعض ونجي بلدنا. 2024 يعني برعايه جمعيه سلسبيل وبرعايه اهل البلد مم. وبرعايه الدكاتره والاطباء، الدكتور سعيد لطفي ما ربنا يبارك له يا رب. في ناس بتعمل في العمل العام بس مش ظاهره على الميديا وعلى التواصل الاجتماعي، ناس يعني مش نركن، يعني مش نقول لا نهمشهم، لهم دور كبير جدا. الحمد لله عندنا بنك دم باسم قريه النافعه في مستشفى بوجوس العام. كان الاول عشان يجيب كيس دم كنت بتلف وتدوخ عشان يجيب حد يتبرع وحد يجيب كيس، دلوقتي عادت الامور ميسره. اكيد طبعا، وانا بحترم الناس يا استاذ عبد الله اللي بتحب تخدم في السر. بحترم الناس دي جدا، لان هو ما يعني برضو مش معنى ان واحد بيخدم بيعلن عن نفسه ان هو عايز مثلا بيحب الشو او بيحب اللقطه، لا. هو حابب يعني يعبر عن نفسه، ماشي. المهم ان انت في النهايه المحصله انك بتخدم. لكن انا وجهه نظر ان انا بحب الناس اللي بيعمل عمل خير وما بيحبش يعلن عن نفسه. آه بيطلع ذكاء وما بيحبش يعلن عن نفسه، فاعل خير. انا بحترم الشخصيه دي جدا، لان الشخصيه اللي بتعمل كده ما بتبقاش عايزه يعني مش عايزه حاجه، مش عايزه لقطه ولا عايزه تتشهر ولا عايزه حاجه غير ان هي بتعمل لوجه الله فقط لا غير، بتعمل لربنا بس. بيساهم في جهاز عروسه مش عايز يعلن عن نفسه، بيساهم في زي ما انت قلت في بيت واحد عايز يبني، ده مش عايز يعلن عن نفسه. دي حاجه حلوه ان دايما هو عارف ان ربنا شايفه ومش محتاج يعلن عن نفسه. برضو ارجع اقول ان حتى ان اللي بيتم مثلا فلان، سمعنا ان فلان تبرع، برضو دي حاجه كويسه. هو مش بيدور على اللقطه بس، لكن الاعلام اتسلط عليه. زي ما انت لسه ذكرت دلوقتي ان الدكتور فلان او الدكتور كذا او الدكتور كذا، هو ممكن يكون ما يعرفش ان انت بتتكلم عنه دلوقتي، بس انت كاعلام عايز تسلط الايجابيات عليه علشان
التاني يغير منه فيعمل، يبقى في مسارعه. عدوى في عمل الخير. مم. يبقى في تسارع في عمل عدوى الخير. في عمل الخير. اتفضل. يبقى في تسارع في عمل الخير، فدي حاجه حلوه يعني، مش حاجه سلبيه يعني. وان شاء الله احنا شفنا ان وفعه ما بتبدا بعمل عام وعمل خير تصبح عدوى في القرى اللي حوالينا. لما النوافع عملت بنك دم باسمها في مستشفى بوجوس العام، سعدة ابو خليل برضو بدات عملت بنك دم باسمها عن طريق الجمعيه. طبعا الحاجات نوافع شراره الخير، وشايفين النوافع جنوب النوافع ايد واحده بصراحه. اول ما بينزل منشور عايزين كذا، في حاله عايزه كذا، بنلاقي ما شاء الله يعني على الجروب، يعني الناس بتساعد من غير ما تسال مين ده. دي الحاجه الثانيه، في وحده صحيه في سيده ابو خليل برضو ان شاء الله ممكن تتفتح في 2025. ان شاء الله عبد الله اتفضل. وانا يعني هستأذن حضرتك ان انا اخرج من البث دلوقتي، لان انا جالي شغل بس، انا بعتذر لحضرتك يعني على. ماشي اتفضل يا كابتن. بالتوفيق يا استاذ عبد الله، السلام عليكم. ماشي اتفضل. شكرا الكابتن حافظ على روس، ابن من ابناء قريه النافعه. كلنا محبين لبلدنا، ما حدش بيزايد. انت تحب اكتر، بحب اقل. كل ما هو يعمل في قريه النافعه، احترام الكبير الصغير قبل الكبير. احنا مش معنى احنا بنقول احنا بنزايد عليك ولا بنزايد على حد ان احنا بنحب البلد اكتر. احنا عايزين بلدنا تبقى انضف بلد، تبقى قريه نموذجيه على مستوى محافظه الشرقيه. احنا الحمد لله كنا من 5 6 سنين كنا في مرحله، النهارده في مرحله ثانيه خالص. النوافعه من افضل القرى، فيها مساجد على مستوى خط النوافعه، فيها بدل المسجد فيها 2 و3، والمسجد دور و2 و3. طبعا برعايه اهل الخير على مستوى قريه النوافعه بدايه الشراره. ناس كتير بتساهم في الخير، سواء من ابناء النوافع ومن خارج قريه النوافع. شفنا الجمعيه الاماراتيه طبعا بالتعاون مع الاستاذ احمد السبيلي، مع فتره اللي كان فيها سياده النائب محمد كلوب، شفنا في طفره داخل قريه النوافع. وكان في وعد منهم ان هم يجيبوا جهاز غسيل كلى بالوحده الصحيه. تم احلاله تجديد مسجد السوق بقريه النوافع، تم احلاله تجديد مسجد جامع العرب. شوفوا المسجد كان فين وبقى فين. في اجيال طالعه على الساحه اليومين دول ما تعرفش النوافع فيها رجال لا خوف عليهم، دايما بيحبوا الخير والعمل العام داخل قريه النوافع. شايفين كان الاول ما فيش احتفالات بتكريم الطلبه، ما فيش احتفالات بحفظ القران. دلوقتي عاد في رجال اعمال داخل قريه النوافع وخارج قريه النوافع بيساعدوا وبيعملوا في العمل الخير والعمل العام. بنرحب بالاعلامي الكبير الاستاذ محمد ابو حجازي. لو عايز تخش معانا يا استاذ محمد خش برضو، قول رايك في مصالح العامه قريه النوافع. حصاد عام 2024 داخل قريه النوافع. اللي حابب يخش يبعت طلب او ابعت له طلب ويخش معانا عبر البث المباشر. احنا الحمد لله نحمد الله على اللي احنا فيه، وربنا يرحم امواتنا جميعا. 2024 كانت حلوه على ناس ووحشه على ناس. ربنا ما طالش امنيته في 2024 وطولها في 25، وربنا يخلف عليكم بالخير والسعاده والامن والامان. احنا احسن من غيرنا كتير. بص حوالينا وانت تعرف انت افضل وافضل من ناس كتير. بلدنا فيها رجال لا خوف عليهم، بيحبوا المصالح العامه وخدمه الناس. حبايبنا واصدقائنا بخير، كل عام وانتم بخير، وربنا يجي لنا 25 على خير. وواحد واحد اول رجب شهور كريمه، شهور خير، شهور النفقات. 3 شهور رجب شعبان رمضان. يا ريت احنا في شهر الشتاء
ممكن جارك محتاج بطانية، محتاج لبس الشتوي لعياله، ومحتاج أي حاجة، يا ريت نبص لبعضنا ونساعد بعضنا بأقل القليل. الكلمة الحلوة صدقة. ربنا يجعلنا من مصدقين عن الناس. ربنا يخلف علينا وعليكم بالخير والأمن والأمان يا رب العالمين. حبيبنا وأصدقائنا بالخير، نشوفكم على خير. كل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. نشوفكم إن شاء الله في 2025. انتظرونا من داخل محافظة المنيا يوم الأربعاء. السلام عليكم.